السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيده على ما يرام. نتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم على خير. بالنسبه اليوم الطلب ديال واحد السيده اللي بغات الطريقه ديال القديره، وصراحه هي من العراق، هي ماشي من المغرب. وحتى البنات كاين بزاف ديال البنات في المغرب كيبغيو يديروا القديره، وكيبقاو يقلبوا على هذوك صحابات القديره، السيدات اللي كيديروا القديره. وخصوصا دابا مع كورونا وهذا بزاف الناس يعني ما كيلقاوش اللي يديرها ليهم. ومن الاحسن يعني البنات يديروها غير في المنزل ديالهم، يديروها بوحدهم في الدار ديالهم. الا عندك اختك تقدر ديرها لك، ديرها غير بوحدك، ما تحتاجيش كاع لشي حد يديرها لك، يعني بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. بصح صراحه واخا هذوك التاجيرات ما غاديش يعجبهم الحال. بالنسبه للسيدات اللي كيديروها للناس هكا، مي صراحه راه هذه بوحدها ما غاديش تعطيكم النتيجه، يعني نكونوا واضحين. غادي ندير لكم القديره وغادي نقول لكم اشنو غادي نديروا معاها. راه بوحدها راه ما كتعطيش النتيجه، واخا تضلي ديريها بالليل بالنهار غتخسري عليها فلوسك وما غاديش تعطيك النتيجه بوحدها. يعني كونوا على يقين البنات، راه ما تعطيكمش النتيجه بوحدها. هي اشنو كدير لينا؟ كدير لينا كتحفز لينا الدوره الدمويه صافي. بالنسبه سميتو القديره، خاصكم ضروري حوايج اخرين اللي غادي نديروا معاها. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش قديره، ولا يعني ما كيعرفوش كيقلبوا على هذوك التسجيلات باش يديروا لهم القديره، وبغاو يديروها غير في الدار ديالهم كما قلت لكم دابا على حسب هذا الحجر الصحي. وهذا الناس يعني كورونا بنادم ما كتجمعيش مع الناس والتباعد وداكشي. ديريها بوحدك. انا جبت لكم اليوم طريقه زوينه بزاف، غزاله بزاف، كتعطي النتيجه. غير هي كما قلت لكم راه بوحدها ما تعطيكمش النتيجه، باش نكونوا واضحين. بوحدها واخا تضلي ديريها ما تعطيكش النتيجه. حتى تسمعوا النصائح اللي غادي نديروا مع القديره. يعني اشنو غادي نتبعوا مع القديره؟ كما كتشوفوا معايا البنات اللي في المغرب، جبت لكم بديل القديره اللي هو هذا غراف ديال الطين اللي كنشربوا فيه الماء. هذا بديل القديره الصحراويه، بديل ديال القديره الصحراويه، الغراف ديال الطين اللي كنشربوا فيه الماء. الثمن ديالو راه 2 دراهم ونص، يعني 50 ريال. راه كيشد مزيان البنات، راه كيشد بحال القديره وما كيضرش، يعني كما كتشوفوا هو راه غليظ من هنا. بالنسبه للبنات اللي ما كاينينش في المغرب يستعملوا هذه، يستعملوا قرعه ديال النوتيلا، يعني ديال الشكلاط ديال الدهن. مهم قاروره اولا برطمان بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش الدارجه ديال المغرب. برطمان فارغ يستعملوه بحال هكا. بالنسبه للطريقه اشنو معاها هاد، ضروري ناخذ الزيت، زيت الحلبه. بالنسبه للبنات زيت الحلبه، عندي هنا زيت الحلبه والزنجلان والصوجه اللي كنت صيبت معاكم انا البنات، راه كنت وجدت معاكم. رجعوا الفيديو اللي قبل منهم، راه غادي غتلقاو الزيت اللي صيبت معاكم كما كتشوفوا. ها نتوما شوفوا كيفاش دايره. هذه راه الزيت اللي صيبت معاكم، راه كتعطي، راه هذه غير الزيت العاديه اللي كنت صيبت، راه فيها ريحه الحلبه. راه ما تتخيلوش البنات الريحه ديالها. راه كونوا على يقين الا خديتو زيت الحلبه وما فيهش الريحه راه ما غاديش يعطيكم النتيجه، لان هذاك راه ماشي زيت اصلي. الزيت الحلبه راه تيكون فيه الريحه مجهده، باش تعرفوه زيت حلبه اصلي راه هو اللي تتكون فيه الريحه. هذه تاني حاجه اللي غادي كناخدو انا المهم غادي نعطيكم الطريقه. بالنسبه للبنات انا ما لقيتش علاش غادي نوريها لكم، يعني خصني هي ضروري كتبغي شي، انا ما غاديش نكثر، فهمتوا؟ غير يديك هكا. بحال مثلا غادي نبداو اول مره غادي نبداو بشمعه وحده، ما غاديش نديروها، غنبداو بشمعه وحده. اول حاجه اش كنديروا كنلصقوا الشميعه، هاي لاصقه، كندوبوها نلصقوها في غلاقه ديال شي حاجه، كنشعلوها، كناخدوها كنحطوها بحال هكا. هانتوما حطوها الا ما يبانش لكم مزيان، هانتوما حطوها على البلاصه اللي بغيتو تنفخ. بحال مثلا هاد العضله الناعمه اللي كتكون عندنا، هاد الخويه اللي في الجناب مؤخره، يعني كل مره غتبقاو تحطوه على بلاصه. غنحطوه بحال هكا. انا هنا رابطه الفراغات، شفتوا معايا هانتوما، حيت هي كتبغي بلاصه غليظه.
يعني مثلا شي بلاصه اللي غتشد فيها، انا ما غاديش تشد ليا هنا التدراعي ما غتشدش فيه، حيت هنا راه خص ضروري شي حاجه اللي تكون البنات ما غاديش تشد، حيت راه بقى الفراغ هي خصها تمص. فاش كيمص البلاصه يعني غتكون مغليظه، البلاصه اللي يعني غتبغيوها تغلط، شفتوا راه ما غاديش يشد ليا. كما قلت لكم راه كتطفى الشمعه، كتحطوه بحال هكا هكا بهاد الطريقه هادي، نوريكم هكا بحال فاش كديروا هكا راه ها هي هنا طفات. فاش كطفى الشمعه كتبدا اللحم ديالكم كيطلع مع هادي، مع القديره كيبدا اللحم كيطلع، كتبدا تجبد لكم اللحم ديالكم صافي. من بعد اش كديروا؟ ما تدوروها ما والو، غتخليوها في البلاصه. اول مره فاش غادي تستعملوها ما تجبدوش اللحم، خليوها بحال هكا. من بعد سيروا عاوتاني شعلوا شميعه بلاصه اخرى، مثلا غادي نحطوها مثلا على جهه اخرى حدا مثلا حدا العضله الناعمه، يعني غنبقاو ندور بشويه بشويه، غنبقاو ثاني نديرو بحال هكا نخليوها حتى تطلع اللحم. غنخليوها مثلا ديك 5 دقائق ولا 15 دقيقه ونطلعوا بحال هكا. شفتوا راه كتطفى ونهزو، ما ندوروهاش ما نجبدوش ما نديروش بحال هكا ديك الطريقه اللي اول مره غادي نبداو ندورو غادي راه غتزرق لكم اللحم، غادي تضركم بزاف وتزرق لكم اللحم. بقاو غير على هذا الشكل كما قلت لكم هكا. وضروري الزيت ندهنوه بالزيت، ضروري تدهنوه مزيان بالزيت باش هذه تبقى يعني ديك الزيت تدخل وتساعدكم حتى القديره باش تزلق هكا. امتى كنديروا القديره؟ كنديروها نهار ونهار لا. ضروري نهار يوم نعملوا القديره، ويوم لا، يوم استراحه، يوم نعملوا القديره ويوم استراحه ما كنديروهاش، كنديروها يعني يوم يوم لا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يشوفوا عاوتاني اللي قلت لكم البنات اللي ما عندهمش الغراف ولا بنات اللي ما كاينش في المغرب، حتى هي ما كتشعل. ايوا البنات ها هي هذه حتى هي كتعطي نتيجه زوينه، غير خذوها يكون عندها فمها كبير، تكون كبيره كبيره ماشي صغيره. حتى هي راه كتبقى على اللحم البنات، غير هي عندها الجناب شويه ماشي بحال الغراف كضر شويه في اللحمه. هذه راه كتجبد حتى هي اللحم، ولكن كما قلت لكم راه ماشي بحال الغراف، راه عندها هاد البلاصه هذه شويه قاصحه، ولكن اش غديروا تصبروا. كما قلت لكم اول مره غتخليوه بحال هكا هكا كتحطوه، كتعاودوا ثاني تشعلوا الشميعه وتحطوا، تعاودوا مثلا بغيتوا هاد البلاصه حتى هي تسمن تعاودوا تشعلوها وتحطوا. كما قلت لكم يعني ما كنجيوش ندوروها. من بعد فاش كيبدا اللحم كيتعود عليها، يعني اللحم ديالنا راه كيتعود على هذيك القديره، كنوليو كناخذوا فاش كتجبد اللحم يعني من بعد ما مثلا 3 الحصات هكاك، يعني المره الاولى درتيها الثانيه درتيها الثالثه راه غيبدا يتعود على اللحم ديالكم. اشنو غنديروا؟ غنوليو نديرو هاك شويه بحركات دائريه. علاش؟ ندوروها على العضله الناعمه اللي هونج على المؤخره. كتقدروا ديروها حتى الصيقان. المهم البنات كنحاولوا نبقاو ندوروها حتى كتبان لكم بدات كتنفس، وكنطلعوها نديروا لها بق راه كتطلع. المهم هذه الطريقه ديال البنات. من بعد ما كنبقاوش نديروا شمعه وحده، من بعد راه كنوليو نديروا شمعات، يعني غناخذوا 3 ديال الشميعات. فاش كيبدا اللحم كيتعود عليها ما كنبقاوش نديروا غير شمعه وحده، مثلا غنوليو نديروا 3 الشميعات، يعني ناخذوها نشعلوهم ونبقاو هكا. شفتوا معايا بحال هكا. ضروري تلصقوا الشميعات راه خصهم يكونوا بحال هكا لاصقين. والحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات هي الماكله ديالها راه ما كديروهاش وانتم صايمين، ولا كديروها وانتم فيكم الجوع كتاكلوش ولا دايرين ريجيم، راه معمرها غتعطيكم النتيجه. الماكله ضروري ديروها وتاكلوا. كلوا الحسوه ديال الشعير، كلوا لي بط، كلوا البيض مسلوق، بطاطا مسلوقه، الفرماج، يعني اي حاجه اللي غادي تعمر لكم ديك الخاويه. هي راه غير كتجر القديره. شنو كدير؟ كتجر صافي. هي راه ماشي هاد القديره غادي هي اللي غتعطيكم النتيجه. هي كتعطي النتيجه زوينه، ولكن الا استعملتوها بوحدها ما غتعطيكم والو. وثاني حاجه الماكله
وتاخدوا شي فاتح الشهيه، سيرو ولا فانيل. ضروري البنات سيرو ولا فانيل باش يعاونكم، يعني يعمر ليكم البلايص، لان غادي يعاونكم في الماكله. وكما قلت لكم الماكله ماشي اي حاجه، الماكله راه ضروري تاكلوا مزيان. كلوا لي باط البنات، كلوا لي باط، كلوا كما قلت لكم البيض مسلوق، الفرماج، بطاطا مسلوقه. بطاطا مسلوقه البنات، كلوا بطاطا راه زوينه بزاف. وكما قلت لكم الروز والفانيد فاتح الشهيه اولا سيرو. ضروري ضروري البنات فاتح الشهيه، ما تنساوش، ما تنساوش هاد النقطه هذه، فاتح الشهيه ضروري تاخدوه. ما تقولوش راه انا ما عطاتنيش النتيجه، يعني يجيو البنات في الاخر تعالق يقولوا لي ما عطاتنيش النتيجه. شوفوا البنات انا راه جربتها وما عطاتنيش النتيجه بهذيك الطريقه. كان يعني في رمضان صايمه وكنديرها، وحتى ملي فات رمضان كنديرها، ولكن النتيجه والو، لان كنت دايره الريجيم، كنديرها وانا دايره الريجيم. ولكن الا تبعتوها بهذه الطريقه هذه راه كتعطيكم النتيجه. بحال هكا نديرو ثلاثه الشمعات من بعد كنوليو يعني كنديرو ثلاثه الشميعات ماشي غير وحده، يعني باش فاش كيتعود عليها اللحم كنوليو نخدموها مزيان. كما قلت لكم نهار ونهار لا، يعني كناخذوا ديك ساعه في النهار، يعني مثلا بالليل كنديروها ونديروا القديره ديالنا هكا بحركه دائريه هكا البنات، هكا، حيت هي راه طلعت اللحم راه جبداتو. نتوما ملي كتساليو يعني وضروري الزيت كدهنوا بالزيت فاش كتساليو من هاد القديره هادي. يعني نتوما درتو هنا مثلا 15 مره درتوها لهاد الجهه، ولا 5 المرات ولا 7 المرات. انا مثلا هنا واحد الجهه درتوها 7 المرات ياك. ما ديروش هنا 7 وهنا ديروا 8 ولا هنا درتو 8 هنا ديروا 9، لا. يعني درنا لهاد الجهه هادي مثلا، هاد الجهه هادي درنا ليها 7 المرات القديره. كنطفيو الشمعه، يعني مثلا هنا غنحطوها هكا ونبقاو ندورو يعني تتجبد. نعاودو عاوتاني نشعلو الشمعه ونديروها، يعني مثلا درنا 7 المرات لهاد الجهه غنديروها 7 المرات لهاد الجهه. فهمتوني البنات؟ اللي ما فهمتش تخلي لي كومونتير نعاود نفهمها. مثلا كما قلت لكم هنا درتو 7 المرات، عاودوا هنا 7 المرات باش ما تكونش واحد الجهه كبر من جهه، يعني ما تخليوش داك الاختلال بيناتهم، يعني تبقى عندكم جهه طالعه وجهه نازله، جهه كبر من جهه، غادي يولي عندكم فورمه خايبه. يعني ضروري يكونوا قد الماكله وفاتح الشهيه. ملي كتساليو من القديره يعني ساليتو ولا بغيتو تغسلو كتغسلو، ما بغيتوش تخليو ضروري ديك الزيت خصها تبقى. مثلا ساليتو وغسلتو ديك الزيت، يعني ديك القديره حيت كتبقى ديك الريحه ديال الشمع وهذا، غدوشو ولا تغسلوا غير النص ديالكم لتحت لي هونج وهذا بالماء سخون. يعني ضروري الماء يكون سخون، خذوا الماء سخون لانه هو اللي كيساعد على اللحم يترخى هذيك الجهه باش تعطيكم النتيجه. فاش كتساليو تعاودوا تدهنوا بالزيت ديال الحلبه، زيت الحلبه ولا زيت السمسم ولا زيت جنين القمح، تخلطوهم. تقدروا ديروا غير زيت الحلبه بوحدو راه غيعطيكم النتيجه. الا سميتو انا عندي حتى هاد الكريمه البنات ها هو كنصايبو. ان شاء الله غادي نشاركو معكم، هو قريب يسالي ولكن فاش غادي يسالي ليا راه غادي نشاركو معكم حتى هو زوين، لان صراحه هو فيه هاد الزيوت هادو راه خدمت فيه هاد الزيوت وفيه مواد اخرين، ولكن غادي ان شاء الله غنعطيكم. كنت صورته معاكم صورته لكم ولكن الفيديو ما كتبش، مشى ليا تمسح، ما عرفتش كيفاش مسحت الفيديو. ولكن ها هو ان شاء الله قريب يسالي ليا وغادي نعاود نصايبو ونوريكم النتيجه. غادي نوريه لكم يعني كيفاش ديروا ليه الطريقه ديالو. دابا راه واخا غادي نقول لكم فمي ما غاديش تعرفوا ليه، ما غاديش تعرفوا تصايبوه، ضروري الانسان خصو يشوف الطريقه وهذا. المهم هذا حتى هو الا عندكم شي كريم ديروه، ولكن يكون داخل فيه زيت الحلبه، لان زيت الحلبه هي اللي كتعاون بزاف. نتمنى نكون فتكم صراحه، انا بغيت نشرح لكم مزيان، ولكن انا ما بغيتش الفيديو يكون طويل بزاف. هادشي علاش انا قلت لكم يعني خاصكم تصنتوا، ماشي غير تشوفوا القديره وتقولوا صافي صافي حنا راه عرفنا غادي نديروا ونستعملوا القديره وصافي ها هي الطريقه، مادام كاين الزيت كاين الشمع كاين الغراف ولا هذه القرعه غنديروا القديره وهي هذه. لا البنات سمعوا، وراه سمعت شنو شرحت لكم الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا شنو كاين. ماشي انا كنقول لكم فيديو حتى الاخر وتقولوا حكا راه باغا المشاهده ولا شي حاجه. تصنتوا يعني تبعوا الفيديو، تبعوا النصائح. يعني الفيديو بلا نصائح راه ما كاينش والو، ما يعطيكمش النتيجه. تبعوا شنو قلت لكم، شنو غتاكلوا. الحساء ديال الشعير ما تنساوش راه زوين بزاف.
حتى هو زوين، حتى هو خصك ضروري ديري حساء الشاعر اولا حنا كنقولوا البلبوله اولا العصيده، حتى هي راه زوينه البنات. يعني اي حاجه ديروها. نتمنى نكون فتكم ونكون خفيفه عليكم، ونتمنى تعطيكم النتيجه ان شاء الله ان شاء الله. وتخليوا لي في الكومنتير، وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.